هو محمد رمضان ماسوني؟ الماسونية دي حركة سرية عالمية، من أول ما ظهرت اتعرفت بالغموض فري ماسونز، ودي معناها البناؤون الأحرار. وأهداف الجماعة دي هي الانتشار بسرعة كبيرة جدا والسيطرة على كل العالم. مين دول وإيه حكايتهم؟ وراء كل حاجة بتحصل مجموعة حاجات. أنا مريم رجب في ما وراء الحاجات. كان في جماعة اسمهم فرسان الهيكل، ودول عبارة عن جماعة من الرهبان كانوا بيروحوا مع الحجاج المسيحيين في القدس يحموهم وقت حجهم، وكان عددهم من 15 ل 20,000، وكانوا قوة اقتصادية عظيمة جدا لحد الملك فيليب الرابع، لحد ما يقول إن دول جماعة عبدة الشيطان، واللي حكيت عنهم في حلقتنا قبل كده، وإنهم لازم يتعدموا ويتحرقوا كلهم. سنة 1309 يبدأوا يجمعوا الفرسان دول ويحرقوهم أحياء، وتنكشف الحقيقة إن ده اتهام كذب قالوا الملك، لأنه كان مديون ليهم بمبالغ مالية كبيرة جدا جدا، على اعتبار أصلا إنهم اقتصاديا أقوياء. بس في جزء منهم قدر يهرب ويتحالف مع الملك الاسكتلندي علشان ينتقموا من فيليب الرابع، وهنا امتدت الماسونية من فرسان الهيكل وبنفس الرتب بتاعتهم. جوه الجماعة دي في رتب مختلفة، وكل عضو فيهم بياخدها بعد ما يمر باختبارات معينة. المفروض ان اللي أسس الماسونية هو حرام أبي، وده المفروض انه اللي بنى هيكل سليمان. قال يعني ان الماسونية موجودة من وقت سيدنا سليمان. ابقى اسمع حلقة الهيكل بتاعت سيدنا سليمان وهتفهم. الماسونيين دايما بيقولوا ان اهدافهم نبيلة جدا، زي العدل والمساواة والإخاء، وان اي حد بينضم ليهم بيكون على خلق وسمعته كويسة جدا ومثقف. والماسونية كانت ما بتقبلش وجود سيدات داخل التنظيم لأسباب غير معروفة ولفترة كبيرة جدا، وبعدين بقوا يقبلوا ستات داخل التنظيم. ده غير ان الماسونية مستحيل ينضم ليها عضو ملحد، بترفض ده تماما، بس برضو اي حد يقدر ينضم. يعني مش بتقبل دين معين، ممكن تكون مسلم ماسوني او مسيحي ماسوني او حتى يهودي ماسوني، وان لازم اللي ينضم يكون مؤمن بالمهندس الاعظم، وده المفروض انه في الفكر الماسوني هو الخالق او اللي صمم الكوكب ده. بينضم ليهم شخصيات معروفة جدا ومؤثرة جدا في المجتمع الدولي كله، وما بيقولوش انهم داخل التنظيم ده، زي مثلا تشرشل رئيس الوزراء البريطاني وغيره من الشخصيات السياسية المهم. عشان عضو جديد ينضم مش حاجة صعبة، بس الخروج منهم بخروج الروح، لأن العقاب هو قطع رقبة المنشق عنهم. لكن حصل وانشق أعضاء منهم وفضحوا الجماعة، والحقيقة إن إحنا ما نعرفش مصيرهم بقى إيه دلوقتي. وقالوا إن الأهداف الحقيقية للماسونية هي السيطرة على كل العالم علشان يتمهد لخروج المسيح الدجال، وده نفس مبدأ الجماعة التانيين اللي بيقولوا عايزين نأسس دولة، ومقتنعين إن ده لو حصل هيظهر المخلص في معتقداتهم اللي هو المسيح الدجال، وبرضه حكيت عنه في الحلقة اللي فاتت. وكمان من أهداف الماسونية هي إنها تعمل نزاعات وفوضى كبيرة جدا. يعني في نظريات كتيرة جدا بتتكلم إن النزاعات في الوطن العربي هي أصلا خطة ماسونية. كمان واحدة من أهدافهم هي السيطرة على الصحافة والإعلام. وعشان قلت لك إن كل أبناء التنظيم ده هم مؤثرين، اتبنى فكر إن امتلاك اليهود لكل المؤسسات الإعلامية العالمية جزء من خطة السيطرة على العالم، لأن الإعلام هو الوسيلة الأخطر على كل الشعوب اللي ممكن بوسيلة إعلامية واحدة مؤثرة تحركهم لفعل معين. أما السيطرة على التعليم فهي من أهداف الفكر الماسوني. بيروج لكل الأفكار الشاذة وبيشجع على المثلية الجنسية عن طريق المحتوى الدراسي اللي بيعلم أولادنا إن ده تقبل للآخر. وعايزة أقول لك إن في واحدة من المدارس الانترناشونال في مصر اللي الفترة اللي فاتت حصل جدل حواليها، المحتوى الدراسي اللي جواها بيشجع المثلية الجنسية. وكمان عن طريق الأعمال الدرامية اللي بتتعرض على نتفليكس، هتلاقي إن أي عمل لا تقل نسبة المشاهد اللي فيه عن 80% مشاهد جنسية، وكأنه بيهيئ العقول على إنها تتقبل الفكرة وتتعامل معاها على إنها عادي. وكمان السيطرة على كل حكام العالم عشان تكون القرارات ليهم وبتاعتهم، واللي هتسهل المخطط الماسوني للسيطرة على العالم، السيطرة على الصناعة والتجارة والاقتصاد عموما. وبرضه معروف حاليا مين المسيطرين على الاقتصاد. وكمان واحدة من أهدافها هي إنها تغرق الدول بالديون، وكمان يعملوا عملات رقمية زي البيتكوين، عملة إلكترونية مشفرة محدش عارف مين بعت لمين إيه ومقابل إيه، ويقضوا على الدين ويشجعوا على الانحلال والمثلية الجنسية، وانهم نشروا امراض واوبئة بين الناس زي كوفيد مثلا. وفي نظريات كتيرة اتكلمت على ان الوباء ده هو نشاط سياسي مش وباء ضرب العالم وخلاص. المهم ان الامراض دي ما تقربش لشعب الله المختار، والمفروض انهم اليهود يعني. والمهم هنا
هو محمد رمضان ماسوني؟ في آخر إعلان ليه ظهر وهو بيعمل علامة العين وتوجه ليه اتهام بإنه ماسوني، وخصوصا إنه معروف إن الجماعة دي بينضم لهم أكتر الناس المؤثرين، وبالتالي اعتبروا البعض إنه محمد رمضان ماسوني. ودي حاجة لا أقدر أكدها أنا ولا غيري، ودي حاجة هنأكدها ازاي واحنا قلنا انها جماعة سرية. بس دي فرصة اقولك على رموز الماسونية. الماسونية ليها رموز كتير جدا، ولكن اشهرهم اللي بيظهر فيه البرجل المقلوب وتحته شكل مسطرتين، وده منطقي عشان هم بناؤون وكده، واللي معناه علاقة السماء بالارض او العكس، وده نفس معنى نجمة داوود او حاجة تانية كده، وجواه حرف الجي، واللي قالوا الجماعة دول ان هو اختصار لكلمة God يعني الله بالانجليزي، وتوجه اتهام ليهم على طول وقالوا ان ده اختصار لكلمة جيومترا. والجيومترا دي 32 قانون من اللي حطوهم احبار اليهود علشان يفسروا الكتاب المقدس، يعني كده الماسونية صهيونية. وكمان في رمز العين اللي حواليها نور كده، ودي المفروض انها العين اللي بترى كل شيء، يعني عين المهندس الاعظم او المسيح الدجال. ودول اللي قالوا عنها ان محمد رمضان عملها او كان قصدها، وخصوصا ان الجزئية بتاعة الاعلان ما كانش فيها اي حاجة توحي الحركة شبه اللي عملها. هم ليهم رموز تانية كتير، قول لنا انت تعرف ايه منها تاني، وما تنساش تتأكد انك عامل شير وكومنت على الفيسبوك وكمان اليوتيوب، وتتأكد انك عامل سبسكرايب. انا مريم رجب كنت معاكم في ما وراء الحاجات.